السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا منزل للبيع مساحته 65 متر. البيت يا جماعة جاهز للسكن. فيه عدادات. البيت زي ما حضراتكم شايفين جاهز للسكن، فيه عدادات. البيت يا جماعة في الشرفة، منطقة أو قرية اسمها قرية الشرفة. القرية دي بعد حلوان بنص ساعة أو بمسافة العربية. لو حضرتك راكب ميكروباص مسافة 10 كيلو هتنزل منطقة حلوان، محطة حلوان بالمترو، وهتركب عربية الشرفة. نص ساعة بالظبط هتبقى هناك. القرية يا جماعة فيها فيها مدارس وفيها صرف صحي وفيها غاز وفيها كهرباء. طبعا البيت كامل العدادات. البيت يا جماعه زي ما انتم شايفين دورين. في ناس سالتني ليه يا جماعه، ليه هناك البيوت اكتر الناس بتبيع. بصوا يا جماعه، انا بس عاوزه اوجه لكم معلومه. هناك يا جماعه الناس بتبص على المساحه الكبيره. طبعا بيت زي ده عشان خاطر انا بقول للامانه، البيت اللي زي ده طبعا لازم الاول هيتهد يا جماعة، عشان خاطر لو حبيت تبني دور تاني، لان البيت متعرش، فهتضطر ان انت تهده وتبنيه من الاول، او تبني دور تاني لازم ترميله سقف. وطبعا البيت ده مبني سويسي، حاجة سويسي يعني من غير عمدان ومسلح. البيت يا جماعة مفهوش، مش عمره ما يجيله ازالة، لان هو طبعا مترخص من الوحدة المحلية. وطبعا زي ما اتفقنا اي حاجة قبل كده، زي ما قلنا اي بيت لازم تروح الوحدة المحلية تسأل عليه. بصوا يا جماعة، هناك يا جماعة الناس بتهتم بالمساحات الكبيرة، علشان كده لو واحد عنده بيت صغير زي ده بيبيعه وبيحوش، يعني بمعنى أصح، ويعمل جمعيات وكده وياخد بيت أوسع، أو بيكون هو أصلا شاري أرض وبنيها وبيبني فيها وهو قاعد في منزل زي ده. دي حاجة أنا بقول للأمانة. هناك يا جماعة الناس أغلبيتها بتقعد في أماكن كبيرة، يعني بيت أغلبية الناس قاعدة في مش أقل من 100 متر و130 و150 متر. فاللي عنده بيت صغير بيبيعه وطبعا هو بيبيعه بيشتري حاجة أكبر أو حاجة أوسع، بيبقى عامل حسابه وقاعد فيه إن هو يحوش وكده ويعمل حاجة أكبر. دي أول حاجة. تاني حاجة يا جماعة إن البيت مبني سويسي، يعني مبني بطوب بس، يعني مش ملهوش مسلح. طبعا عشان تبني فوق لازم ممكن البيت ما يستحملش، ممكن تهده من الأول للآخر. فطبعا دي برضو نقطة حبيت أوجهها لكم. لكن في واحد مثلا ظروفه على قده، طبعا سعر البيت 80,000 جنيه، وفي عداداته، والبيت مرخص، فما فيهوش أي مشكلة. لو أي حد ظروفه على قده حابب إن هو يجي يشتري ويقعد، طبعا عشان كلنا عارفين إن الإيجارات غالية، هو حابب ان هو يجي يقعد فيه وعلى قد ظروفه. طبعا البيت دورين زي ما حضراتكم شايفين. لكن اللي هيقعد فيه يبقى عارف ان هو في يوم من الايام ممكن يهده ويبنيه من اول وجديد، او ممكن يقعد فيه مؤقتا على ما يشتري بيت اكبر او حاجة اوسع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين البيت مساحة 60 متر. البيت سعره 80,000 جنيه. مبني دورين، مبني سويسي يا جماعة، مش مسلح، مبني سويسي، لكن مرخص من الدولة، في قلبيه عداداته، مرخص في الوحدة معلش اسفة، في الوحدة المحلية. يعني طبعا زي ما احنا اتفقنا، ده رقم للتواصل يا جماعة لو حبيتوا تتواصلوا مع صاحب المنزل، وحبيتوا تروحوا تشوفوا المكان. طبعا يا جماعة حسب كل واحد حسب ظروفه، في واحد يقدر يشتري حاجة ملك، وفي واحد يقدر يشتري حاجة ايجار، وفي واحد يقدر يشتري بيت زي ده بحيث ان هو يستره هو وولاده، فما فيش مشكلة. احنا بنعرض الرخيص والغالي عندي على قناتي. وطبعا كل الحاجات اللي بنعرضها بتبقى مضمونة 100%. وطبعا زي ما اتفقنا، جيب المحامي واسأل على بيتك، واسأل على المكان قبل ما تشتري اي حاجة وقبل ما تحط فلوسك. مش هتخسر اي حاجة ان انت تجيب محامي
هياخد فلوس، بس هيسألك على كل حاجة ويعرف لك كل حاجة. البيت يا جماعة مرخص من الوحدة المحلية. طبعا قناتي بتتكلم عن كل ما يخص الإسكان الاجتماعي وشقق الإسكان الاجتماعي، وكل طرح جديد بينزل إن شاء الله بنعرضه عندي على القناة. وبنتكلم عن وبنعرض على قناتنا العقارات، بيع وشراء العقارات والأراضي السكنية والأراضي الزراعية. ولو عجبكم الفيديو واستفدتم منه ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.